بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش حابة اعتذر لكم، بقالي 4 ايام ما نزلتش فيديوهات لان النت كان قاطع عندنا 4 ايام. ما بسم الله نزلتش الرحمن فيديوهات. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو الاخير، بس بقى معلش حابة اعتذر عن التأخير. لان انا دلوقتي يعني بقالي 3 4 ايام ما نزلتش فيديوهات. والله وحشتوني كتير من الفيديو الاخير. وشوفي بقى، وبقالي كمان يعني سبحان الله. انا طبعا يعني بطبخ على الباجور دايما، على باجور الجاز. فبقالي دلوقتي 5 ايام بنتظر الجاز العراقي ده. مش موجود وصعب، والحصول عليه صعب يعني. فبعتذر لكم، بس في فيديو جميل ان شاء الله نازل بكره باذن الله. انا بجهز له. هو الحمد لله الجاز وصل اهوت في البنزينة، لان انا موصية عليه بقالي 6 ايام. 6 ايام ولسه واصل حالا، فانا هروح اجيبه. وبكرة بقى في فيديو حلو ان شاء الله، اتمنى يعجبكم باذن الله. وصفتك النهاردة عال العال، هنخلي ان شاء الله الفرخة يومها بيومين. بإذن الله وصفة بإذن الله هتعمل إنتاج في البيض عالي جدا جدا، وفي تحويل اللحم، وهتعالج البرد والكوكسيديا والكلوريديا. يعني دول أكتر حاجة. بصي، الناس كلها بتشتكي منهم. وبفضل الله شوفوا بقى سبحان الله، يعني حجم الفرخة بيومين. بيومين فعلا. الشمس مهمة جدا، عنصر أساسي جدا جدا للطيور. لا غنى لنا عن الشمس. الشمس بتجعل الحاجة يومها بيومين، مع الوصفات الحلوة اللي احنا بنقول عليها وبنعملها، بتعمل انتاج حلو جدا جدا. والنهارده بقى يعني ايه، انا جايبه حاجه كده هعملها معاكم. شوف احنا كده خلاص خلصنا ال3 شهور، مع العلم بان الدجاج دي بلدي بلدي. خلصنا ال3 شهور اهمت، ما عدتش بحط عليقه ولا تشيشه كتير خالص. هو بق عليقه كده اهوت والعليقه بتاعت التسمين خلاص دي قطعناها. بس العليقه اللي احنا بنحطها بقى هي عليها ايه؟ عليها بياض بقى. دي تحط شويه كده اهوت الصبح وانت بتحط الاكل للطيور. وخلي عندك عاده انك انت تحط الاكل مرتين، ما تبقاش مره واحده. لان برضو يعني ايه، الطيره بتجوع والشتاء جوع. وعشان الحاجه كمان من اسباب ان الحاجه تحول معاك. وعندك بقى زي ما انا عندك، زي ما انا عامله كده قشر بيض حطي. بس بصراحه ما تحطيش قشر البيض المقلي، لا المقلي سيبيه يتجفف خالص. وبعدين ابقي حطي قشر البيض المسلوق. اما المقلي ده سيبيه يتجفف خالص. وبعدين ابقي حطيه، لان هو لو انت حطيتيه وهو لسه فيه مكان اثر للبيض، ده هيعلم الطيور انها تاكل بيضها. ولا استني بقى وطحنيه كده خالص في ايديكي وافركيه حلو، وبعدين ابقى حطيه لهم. شوفي بفضل الله، علما بان البلدي ما بيزيدش في الحجم. لو زاد في الحجم تعرفي ان هو مش بلدي بلدي. لو زاد في الحجم عن 2 كيلو تعرفي ان هو كله هجين. ولازم تروحي تجيبي الحاجة من معمل معروف، معمل انت اتعاملت معاه مرة واثنين وثلاثة. وتقولي لهم انا مش عايزة حاجة مهجنة، لان الصراحة احلى حاجة تاخدي منها بيض هي البلدي. وبفضل الاعشاب وبفضل الله والشمس وان انا بطلقهم على السطح، الحمد لله الكشاشان اللي كان عندهم راح.
خلي بالك لو عندك طيور حافظي عليها ونمي الثروة الداجنة. انا امبارح والله كنت بجيب فراخ. انا طبعا ما بنلاقيش الفراخ البلدي دي. سعر الفراخ في السوق الكيلو ب80 جنيه. كيلو الفراخ ب80 جنيه وب100 جنيه. لا، اللي عندها فرخة تحافظ عليها. وعندك بواقي اكل حط. انا برضو اصبح الاقي في البيت اكيد هتلاقي تصبحي تلاقي كل يوم عندك بواقي اكل حطيها للطيور حلوة جدا. النهاردة بقى هكلمكم عن عشبة خيال وعن تجربة. وقلت لكم مرة واحدة كل اسبوع تحطيها، ما تحطش كل يوم. لان الحاجة ديت بتقلب للضد. مرة واحدة بس كل اسبوع. مش عايزة اقولك بقى هي كوكبة الاعشاب. حاجة جميلة جدا، مطهر معه وحلو جدا جدا. بإذن الله هتعالج البرد. وتعمليها زي ما انا قلتلك. لان احلى حاجة ان احنا عايزين الزيوت الطيارة اللي فيها. من غير الزيوت الطيارة ما تنفعش، ملهاش اي قيمة. ولذلك ان انا قليل ما بحط اعشاب مجففة للطيور، لان مش هتعطي نفس القيمة العلاجية للطيور زيها زي اللي انا بعملها. هي هتعطي قيمة بس هتبقى اقل شوية. بص بقى هي ايه، هي السمر. شوفوا بقى انا اغليه زي ما انا عاملاه كده بالظبط. حاطه ميه، والميه بعد ما غليت انا بقول للناس اللي داخله لي جديد، الناس اللي معايا قدام عارفين الموضوع ده. بعد ما غليت تطفي عليها وتحط الشمر، وبعدين تروح مغطياه، لان احنا اهم حاجه عايزين الزيوت الطياره اللي فيها. امسكها بقى كبها في السقايه. يشربوا منها طول اليوم. والحلل دي يا جماعة الخير خاصة بكده، خاصة بان انا بغلي فيها الحاجات دي. وتحط لهم بقى السقاية كده هوت يشربوا منها طول. والحب ده برضه تحطه لهم حلو جدا. حطيت لهم بقية الحب برضه على الاكل ياكلوه زي الفل. واذا وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش من لايك والشير فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد بكره ان شاء الله. عايزه اكنس بقى الاوضه ديت لان الاوضه مش نظيفه، وانا ما بحبش عند الحاجه يبقى اعمل كده. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.